كاتياني ديدييه دروغبا مشات كرة سالومون كالو، كرة صعيبة 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 صعيبة، وهدف لصالح المنتخب الإيفواري عن طريق سالومون كالو رقم 8. خطأ في التغطية الدفاعية، كان خطأ في توظيف المدافعين على مستوى الجبهة الدفاعية. سالومون كالو يجد طريقه لمرمى الحارس نادر المياري. هدف أول 8 دقائق الأولى، مازال وقت للتفاعل بشكل إيجابي مع قدرات المنتخب الإيفواري. لازم أن تكون شخصية قوية للعناصر الوطنية لكي يبلغ هدف التعادل وليعودوا مجددا في المواجهة. فرحة كبيرة لمناصري المنتخب الإيفواري. هذا سالومون كالو لاعب نادي تشيلسي اللندني. هذه المؤثرات التي قد تضع العناصر الوطنية في موقف حرج. حسين خرجة، حسين خرجة في تنفيذ ضربة جزاء، حسين في التنفيذ يروض الأفيال، يروض الأفيال، يروض الأفيال المروض. حسين خرجة يسجل هدف التعادل. هدف رائع، هدف جميل، هدف يساوي عاشنا اليوم، يساوي عاشنا اليوم. جيرفينيو في تنفيذ الزاوية، حذاري من ديدييه دروغبا وباقي رفاقه زملائه. دروغبا والهدف الهدف 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 لجمع الكرة ثابتة عن طريق كولو توري. كولو توري يسجل الهدف. سينا صالح، كرة مرفوعة بالراس، جول جول حمزة مرزوق المنقذ. الراس التي بحثنا عنها طويلا، الراس التي بحثنا عنها طويلا، الامل الذي ظل معبودا على لاعبنا المغاربه. حمزة مرزوق، حمزة مرزوق، لك الف تحيه، لك الف تحيه. الدفاع وان كان يلعب بدفاع متقدم. رأسية جميلة، رأسية جميلة لسايدو دومبيا، البديل الذي دخل في الجولة الثانية. لا فرق سيسكا موسكو، لا فرق سيسكا موسكو الروسي، بدائل كتر. هدف مباغت من كرة ثابتة، من كرة ثابتة، وفرحة بعض أفراد الجالية الإيفوارية المقيمة بالمغرب في حالة انتشاء بعد تسجيل هذا الهدف من كرة ثابتة. جاء الحل. هدف يجي في الدقيقة 60 من هذه المقابلة التي يتابع تقريبا 40,000 متفرج في نزال حتى الآن قبل تسجيل الهدف كان الأفضل فيه هو الفريق الوطني. إنما الآن يمكن نقول نسل دومبيا نسل وسط ذهول، خصوصا كان قريب منه اللاعب زهير فضال الذي كان في حالة شرود ديني، واستغله اللاعب دومبيا الذي يوقع الهدف في الدقة 60. سايدو دومبيا الدقة 60 1-0. الكوت ديفوار متفوق على الفريق الوطني هنا بمدينة أكادير بإصابة واحدة لا سافر. كرة كنت كنتحدث على ديدي دروغبا، ولكن يوسف العربي بطريقة ديال اللاعبين الكبار وضع الكرة في شباك الحارس بوبكار باري. مرتد هجومي خاطف ديال المنتخب الوطني المغربي. قلت بانه المنتخب الوطني المغربي بامكانه انه يحقق نتيجه ايجابيه. يعني اليوم لاحظوا التمريره، يعني نحو يوسف العربي لقى فراغ كبير في الدفاع ديال المنتخب الايفواري، وهدف جميل ديال المنتخب الوطني المغربي بعد التمريرات ديال عمر القادوري نحو يوسف العربي اللي تمكن من انه يوضع الكره في شباك الحارس بوبكار باري. ضربة جزاء ويسجل هدف التعادل لفائدة المنتخب الإيفواري الذي يتمكن. لاحظوا واحد من 50 مشى للزاوية اللي سدد فيها ديدي دروغبا، ولكنه ما استطاعش انه يصد على الكرة.